بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو دوت من تكملة للفيديو التاني. بس انا عايزة اقول لكم القصة اللي حصلت ايه. طبعا انا بعت لكم في الفيديو ده تعليق، ان في اتنين مش عارفين يوصلوا للشرح. انا صورت لكم دوت مخصوص والله، وانا ما بحبش اعمل حاجة زي كده. من عند العميلة، بسم الله ما شاء الله، احنا عاملين اكتر من 7 8 اطقم. العميلة واحدة، هي وجيرانها وبنتها وناس كتير حواليها. فاحنا قعدنا 3 4 ايام بسبب الشغل ده. فكون ان انا اقول لهم استاذنكم انا عايزه اشرح حاجه معينه للقناه، فده محبه مني ليكم، مش كروته خالص ولا تضليل. بالعكس انا بحبكم، وربنا يعلم ويشهد انا فاتحه القناه دي بنيه ايه. انا فاتحاها علشان خاطر اي واحده تتعلم وتدعي لي، مش علشان الم زي ما اتكتب لي في التعليق الم كومنتات علشان تدعوا لابني ان هو ينجح. الحمد لله بفضل الله، بدعاكم وبفضل ربنا وبمجهوده نجح الحمد لله وزي الفل. بس يا جماعه انا بجدد نيتي قدامكم. الدنيا كانت متبهدله خالص، الشقه كانت فيها اكتر من كذا موديل، وانا صعب عليا ان انا اعمل الموديلات دي كلها وانتم ما تشوفوش حاجه بسيطه من الشرح. ولو شفتوا في الفيديو الاولاني اني انا قلت لكم معلش صوت المكنه عالي، ومعلش احنا عند العميله لو صوتي واطي ومش باين انتوا حاولوا اجتهدوا، حطي سماعه، حطي اي حاجه. كل الصالونات ديت انا كان نفسي اشرح لكم حاجات كتير، بس في حاجات مشروحه منها. فيا بنات، لو عايزين اي شرح زياده بلاش الكلمه السلبيه بتزعلني. انا لا بكروت ولا مجبره ان انا اصلا اشرح حاجه واشرح موديلات، اهو ده من ضمن الموديلات. فان شاء الله اي نقطه مش عارفينها هشرحها لكم فيما بعد. يلا نبدا نشوف الشرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشني جدا يا احلى متابعين لقناه بركه خير. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض الصالون دوت. الصالون ده باجير، يعني ضخم جامبو، بس من غير ودان. طبعا كلكم كلمتوني وكتبت لي في التعليقات عايزين الطقم الصالون اللي من غير ودان وبايدين قصيره. نبدا كده اهوت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. نبدا اول حاجه كده نجيب ورقه وقلم ونمسك الماسوره ونقيس دوران الكرسي. الكرسي ده احنا هنعمله كب. برضو لو عايزينه كرانيش هناخد دوران الكرسي عشان ده عالي، ده من هنا اهوت خشب. ناخد دوران الكرسي ليه؟ علشان القماش ياخد راحته وما يبقاش ما يتفضلش مع الاستخدام. هناخد هنا اهوت الدوران من اول الحته الذهبي دي علشان الرجول الذهبي دي تبان تبقى حلوه. هنا بشيلت منفصله فشيلنا الشلته. ماشي، ادي كده ايه الحته دي كده متر ونص، متر ونص. ومعانا هنا ورا متر كمان، يعني مترين ونص. يبقى اول حاجه خدناها مترين ونص. تاني حاجه هنمسك العرض ده من اول هنا لحد هنا اهوت، بيبقى نص عرض القماش. هنشوف كده اهوت اهو 88 سم. القماش معانا 160 وبينط لحد 200 عشان الخامه الحلوه بتكون بتنط اكتر. فاحنا هنا كده خدنا المترين ونص وخدنا العرض ده، دولت اهم مقاسات. تاني حاجه هناخدها اليد. اليد دي قصيره، ما ينفعش نعمل يد زي ايادي الركن علشان هتبقى واسعه من هنا. شايفين الفرق بين اليد دي واليد دي؟ نيجي هنا نبص على اليد دي اهي، مفيش كشكشه من هنا، مفيش حاجه معبعبه، اليد مظبوطه. هنعمل كده اهو. اليد دي اهي 37 سم، انت هتديها 40. هتقولي لي كشكشه، اقول لك لا، لازم تدي براح علشان القماش ما يتفزرش منك. طيب يد الصالون بتبقى 40 سم واحيانا بتبقى 45. هناخد برده دوران اليد. دوران اليد معاكي 68 سم، بتسيبي 10 سم علشان خاطر الخياطات والاستك والكلام ده كله. تمام. وبعد كده هنا اهوت بتعملي المربع اللي هو 5 في 5 عشان المرايه زي كده. اهم حاجه ان الشغل يبقى مكسم شكله حلو على الكرسي زي ما احنا شايفين. ادي عرض القماش اهو، والدوران بتاعك والشلته المنفصله بتبقى حلوه قوي للكراسي الصالون. تمام يا جماعه، خدنا المقاسات. يبقى احنا كده خدنا دوران الكرسي معايا، وخدنا العرض بتاع الكرسي، وخدنا طول اليد، وخدنا دوران اليد. هنعمل ايه تاني؟ اخر مقاس مهم، هناخد الارتفاع اللي ما بين الظهر من الامام لحد اليد، ده 30 سم اللي هو هيبقى الحته دي.
طبعا هتيجي تقولي لي انت مكسمه ازاي او رسمه او عامله ازاي، لا الخامه ما شاء الله اللهم بارك، الليكرا بتاعتها حلوه جدا وهي بتاخد وضع الكفر. تمام. قفلنا الحته دي، هتفصليه ازاي؟ هتمسكي من اول تحت لحد فوق قلنا متر، هتعملي الفورت بتاعك من هنا اهو. تمام. فورت هنا وفورت هنا، وتنزلي من المتر اللي هو اللي ورا ده من الامام، يعني هنا متر وهنا 105. اتفقنا ان احنا هناخد الفورت من هنا، من ورا هيبقى ايه متر، ومن الامام متر ونص. هتنزلي 30 سم وتقفليهم، وبعد كده تركبي اليد زي ما احنا قلنا مقاسها في اول الفيديو، ادي ال 40 والدوران بتاعها. بس الكاب والصالون بتاخدي هنا التلت وهنا التلتين، او مثلا لو هي مثلا 90 سم هتاخدي هنا اهو 60 وهنا 30. تمام. يعني بتسيبي قيمه شبر. الشبر ده ليه؟ علشان الصدر بتاع الايه الصالون هتسيبي شبر، وتقسمي الحته دي على 2 زي ما انت شايفه كده اهو. اهي هتاخدي المنتصف زي هنا. انا سايبه شبر هنا علشان الحته دي تبقى مريحه معاكي، وبعد كده بروح قاسمه دي نصين. تمام. نفرش بقى الكرسي مع بعض، وطبعا عشان هو جديد هتلاقيه ايه الليكرا بتاعته ملمومه اهو. واحنا بقى بنفرش الكرسي كده، وطبعا انا شرحت لكم الصالون اهو للبنات اللي هي كانت عايزه طريقته من غير ودان. نسال بقى راي العميله في الشغل ايه، ويعني المقاسات والخامات عامله ازاي والكلام ده كله. ممكن بقى تقولي لنا ايه الاخبار؟ بصراحة الخامة في منتهى الجمال، والصالون أصلا كان ميت عندي وما كانش ليه أي لازمة، أما ركبناه نور الأوضة في منتهى الجمال. تسلم تسلم إيدك. ومش أول تعامل ده، أنا هجيب لها ماما وإخواتي ويعني وجيراني كل بصراحة مستني يعني يتفرج على الشغل شكله إيه، والشغل تحفة تحفة تحفة. لا وهي بالفعل يعني في جايبه لي بنتها برضو، هنروح نعمل طقم عندها، وفي واحده صاحبتها برضو لا كمان ركنه. تمام. زي ما قلت لكم هو ده عشان لكرة، واللكرة بتاعته ما شاء الله جميله جدا جدا. بصوا هنا كاميرا تيجي هنا اهو كده اهو من الخلف اهو اهو. المتر بتاعنا اهو، والدوران اهي، وادي اليد اهي اهي. وطبعا الشلته دي قلتولي كتير عايزين تعرفوها، ان شاء الله هبقى اشرحها لكم. بسوسته اهي، واليد اهي، كل حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. طبعا ده ما فيهوش تحشير قوي اهو، شكله بيبقى كده اهو، شكله بيبقى كده في التركيب، عشان برضو الزباين تبقى عارفه تركب اهو. او خد وضع الايه، خد وضع الظهر. واللي الحته الصغننه دي اللي البنات في الكورسات بيقولوا لي احنا بنخاف نعملها 40، اهي جايه مظبوطه اهي. في تفاصيل هنا اهو، عايزه الكاميرا تيجي تشوفها اهي. والصدر اهو الذهبي مظبوط. الشلته بتفرق يا جماعه. مبسوطه جدا جدا جدا. تسلمي تسلمي، الف فرحانة قوي. الأوضة حاسة إنها نورت من بعد ما كانت مكتومة. لا فعلا حقيقه. يا رب يكون الشرح المبسط دوت فادكم جميعا، وان شاء الله انتظروني في الركنه وفي الصالون الابيسون وفي باقي الصالونات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.